من الإمارات أرحب بالكاتب والصحفي السيد فداء الحلبي. أهلا ومرحبا بك سيد فداء معنا في هذه النشرة وعلى شاشة اليوم. سيد فداء، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع في شمال البحر الأحمر، يمثل بالنسبة للعديد من المراقبين توسع خطير لنطاق العمليات بعيدا عن مضيق باب المندب. ما الرسالة التي يحاول أن يرسلها الحوثي هنا للمملكة العربية السعودية؟ نعم، طابت أوقاتكم. بالتأكيد يعني هذا التصعيد له دلالات مختلفة عن كل ما سبقه من التصعيدات التي قام بها تنظيم الحوثي الإرهابي ضد المملكة العربية السعودية. بالمبدأ يعني نرى أن هناك توسيع لمسرح عملياته، بالإضافة إلى تنويع هذا المسرح، بمعنى أنه عندما ينقل المعركة من محيط مضيق باب المندب جنوب المملكة العربية السعودية باتجاه القسم الشمالي منها، فإنه بذلك يريد أن يوصل الرسالة العسكرية الأولى بأن صواريخه قادرة على الوصول إلى كافة أنحاء المنطقة، وخاصة في المملكة العربية السعودية مترامية الجغرافيا. فبالتالي إذن هذه الرسالة العسكرية الأولى، وبالتأكيد هي مدعومة إيرانيا، خاصة وأن استخدام الصواريخ البالستية لدى هذه الجماعة الإرهابية لا يكون إلا بإشراف من قبل المستشارين الإيرانيين والخبراء العسكريين الإيرانيين. هو يقول بأن هذا القصف على ميناء ينبع هو من أجل تثبيت معادلة الحصار بالحصار وفق مزاعمه وادعاءاته، ولكن على أرض الواقع هو يهدف من خلالها إلى إيصال رسالة إرهاب باتجاه المملكة العربية السعودية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعيش على الشريان النفطي، هي من أبرز الدول المصدرة للنفط. فبالتالي إذا بالإضافة إلى الرسالة العسكرية هناك رسالة اقتصادية واضحة بأنه يستطيع ويريد ويهدف إلى تهديد جميع مصادر الدخل التي تأتي إلى المملكة العربية السعودية، وخاصة القادمة من الدخل النفطي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا يعني استخدامه للصواريخ البالستية، هناك رسالة يريد أن يقول من خلالها بأن لديه القوة سيد فداء، خاصة في وجود الكثير من الرسائل بالمنطقة التي تقول بأن قد يكون هناك تحضير لعملية واسعة ضد هذا الكيان الإرهابي في اليمن. فبالتالي أيضا هذه رسالة سياسية واضحة باتجاه المملكة العربية السعودية. نعم. طيب السعودية أسست مؤخرا التحالف متعدد الجنسيات لحماية وتأمين خطوط الملاحة. برأيك هل سنرى ردا قريبا من هذا التحالف؟ يعني ما هي الأدوات التنفيذية اليوم التي يملكها هذا التحالف للرد على هذه الاستهدافات الحوثية؟ هل ستكون دوريات مشتركة أم سيكون هناك ضربات استباقية لاستباقية أي تهديد من قبل الحوثي؟ نعم، بالواقع يعني في هذه الضربة نرى بأن الحوثي قام بالفعل وليس برد الفعل على ضربة مسبقة ضد مواقعه العسكرية أو ما شابه ذلك. فبالتالي إذن هو يريد أن يقول بأن لديه زمام المبادرة في هذه المعركة. أيضا هذه رسالة يعني لابد من الإشارة إليها يريد أن يوصلها الحوثي، ولكن الحوثي ما زال حتى الآن يغفل عن أن المملكة العربية السعودية لم تستخدم القوة العسكرية الضاربة ضده حتى الآن. المملكة العربية السعودية يعني دولة مترامية الجغرافيا، فيها عدد سكاني كبير، ولديها قوة عسكرية جيدة جدا في المنطقة. فبالتالي عندما تريد المملكة العربية السعودية أن تستخدم القوة الرعناء ضد الحوثي تستطيع أن تفنيه في 24 ساعة. طيب ما هي ما بالك الخيارات إذا المتبقية هذا اليوم؟ التحالف من اعذرني هنا ينهض؟ على المقاطعة. الخيارات المتبقية إذا لم تكن تريد أن تستخدم الخيار العسكري، ما هو الخيار الآخر الذي تملكه المملكة العربية السعودية؟ لأنه ليس فقط البحر، أيضا البر. في وقت سابق كان الحوثي قد أعلم يعني أمس أنه استهدف هدف حساس في مطار النجران جنوب السعودية. ربط البحر بالبر كيف سترد عليه السعودية إذ لم يكن عسكريا؟ نعم، حتى هذه اللحظة ما تزال المملكة العربية السعودية تحتفظ بقواعد الاشتباك المنضبطة مع هذه الميليشيا،
وعلى ما يبدو أنها لا تريد أن ترفع حدة التصعيد مم. باتجاه هجوم بري شامل أو قيادة حرب كبرى ضد هذا التنظيم. فبالتالي إذا هنا المملكة تتحلى بالحكمة السياسية مم. والحنكة السياسية والعسكرية في التعامل مع هذه الهجمات المتكررة، ولكن هل نستطيع أن نراهن على استمرار هذه الحكمة السياسية إلى ما لا نهاية؟ بالتأكيد لا، لأن هذا سوف يصبح في محل ما شكلا من أشكال الضعف. مم. فبالتالي إذا استخدم اللين حتى لا ينفع إلا القوة، وهذه هي سياسة المملكة العربية السعودية ضد التنظيم الحوثي. وعلى هذا التنظيم أن يتنبه إلى هذا الأمر، لأن في لحظة فارقة من مصالح المملكة العربية السعودية سوف تضرب وتبطش بهذا التنظيم. فلذلك اليوم إذا كان هذا التنظيم يصر على الاستمرار في هذه المعركة ضد المملكة، فأنا أقول بأن الخيارات التي توجد أمام المملكة في المستقبل هي خيارات متعددة جدا على مم. المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى حتى الداخل اليمني. لدى المملكة العربية السعودية نفوذ واسع جدا، وتستطيع مهم. أن تحرك الكثير من القوات من العشائر والقبائل وما إلى ذلك ضد هذا التنظيم، وعلى أقل تقدير يعني تقوم بحرب مشاغلة داخلية تشغله عن الاعتداءات الخارجية سواء على المملكة أو على أي دولة أخرى من دول الإقليم. وهذا لم نتحدث بعد عن قوة الجيش السعودي. قوة الجيش مم. السعودي قوة معتبرة جدا في الإقليم، وتستطيع أيضا المملكة أن تستخدم الخيار العسكري الرادع جدا للتنظيم الحوثي، وهو حتى الآن ربما لم يرى إلا الشيء البسيط. مهم. تعتمد المملكة في ردودها على هذه الضربات على ضربات من سلاح الجو السعودي باتجاه مواقع عسكرية محددة، ولكن إذا أراد سلاح الجو السعودي و يعني كافة قطاعات الجيش السعودي مم. أن تقوم برد حاسم ضد الحوثي فسوف توجعه وربما تجبره فعلا على الوصول إلى مرحلة لا يستطيع فيها ضرب أي منطقة أو أي دولة أخرى في دول الخليج أو دول المنطقة. أريد أن أقول أيضا نقطة مهم. مهمة جدا، تفضل. أن المملكة العربية السعودية اليوم فعلا هي موجودة أمام مرحلة تاريخية فاصلة. هناك عصابة على حدودها تهدد أمنها القومي وتهدد اقتصادها وأمن مواطنيها. فبالتالي إذا المملكة أعتقد أن العقل السياسي في السعودية يستطيع أن يعني يرد بالقدر المناسب للتهديد. وأنا تشخيصي لهذه التهديدات المتعددة والتي عددها المتحدث باسم العصابة الحوثية، أعتقد بأن المملكة اليوم أمام تصعيد خطير جدا، مهم. وأنا تقديري بأن الرد القادم من قبل المملكة لن يكون ردا مهم. بسيطا أو ردا محدودا كما كان في الردود السابقة، بل سوف يكون موجعا جدا للتنظيم الحوثي في إطار أيضا مهم. استخدام القوة المتصاعدة ضد التنظيم من أجل ردعه عن المزيد من الاعتداءات، خاصة وأن هذا الاعتداء نعم. على ينبع ويهدد خط مهم. شرق غرب الذي يعد نعم. الخط البديل لتصدير النفط السعودي مهم. باتجاه الخارج. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من الإمارات، الكاتب والصحفي فداء الحلبي. شكرا جزيلا لك من جديد.